وهاي رجعت لكم بعد غياب ووصفة جديدة يا أحباب، مع أحلى فطاير سبانخ تاكلوها من دياك بانو غير شكل. خليكم معي شوفوا الفيديو تكي تكي واعطوني آرائكم الحلوة، بتمنى فيديوهاتي تنال إعجابكم. أهلا وسهلا فيكم معي بحلقة جديدة من مطبخ بانو. اليوم رح أعمل فطاير السبانخ، محضرة كل شي بس الله يستر اللي قاطعة فترة منيحة مشان بلال الله يرضى عليه كتير يعني ورش. رح احط هلا قدامكم الطحينات، طبعا الطحين كله منخول وجاهز، يعني يكون مع اشبشي. هاي 6 كاسات، هاي 6 كاسات طحين منخولين. وهون في عندي طحين الذرة تقريبا نص كاسة طحين الذرة رح احطهم معه. في عندي هذا الطحين، هذا الطحين كمان تقريبا هو يعادل نص كاسة. هذا طحين الشعير، طبعا مشان الفائدة، يعني انت لما بدك تعملي فطائر بدك تعملي شي يفيد الولاد، مو انه المهم عجين وحشو. رشة ملح، درة ملح هيك تقريبا، بدك تقولي نص معلقة او معلقة صغيرة حسب الرغبة. الملح، السكر معلقة كبيرة يا نور. هاي المعلقة الصغيرة كانت لازم للملح. السكر بس هيك معلقتين سكر، طبعا ما بنكتر، يعني هي مو عجينة بيتزا، بس السكر كتير كويس بالعجين، بيعطي طراوة وبيحسن من أداء العجينة، بصير العجينة بتضاين معك أكتر. هلأ إنك هيك ندمجهم مع بعضهم. في عنا هون الخميرة، ظرفين خميرة لنشوف الظرف قديش بيعادل، عشان ما نقول بالظرف في ناس بتجيبها فلت. يعني تقريبا الظرف معلقة كبيرة مثل ما شايفين. أنا رح أحط معلقتين لأنه هاي العجينة بدي إياها كتير تنفش، يعني نفشتها تكون واضحة. هيك، ومنحركهم مع بعضهم. أول شي كاسة لبن، بعدها كاسة حليب ملوة هيك، 1 2 حليب. هلأ هاي كاسة مي ساخنة، كوب ماء ساخن، يعني قريب من الساخن، فتورة فوق الفتور يعني. هيك نبلش نجبل فيها، نجمع العجين بحيث بقى بدنا ندخل ايدينا بالموضوع، ما بقى بيمشي الحال انك تعجني هيك. بلشي بقى العجينة كلها تعجنيها. 3 معالق بدك تقولي 3 معالق سمن. هاي السمنة بالعجينة مثل السحر، هي اللي بتعطيها الحمار، وهي اللي بتعطيها انه تضليني وطازجة معك. وقد ما قامت عندك بالبراد عادي، يعني ما في اي مشكلة، بضل لما بتسخنيها كأنه هلأ تازة جايبتيها من الفرن. مثل ما شايفينها لما بتصير العجينة بهذا الشكل، فأنت وصلتي للقوام اللي بدك إياه. في عنا هذا الزيت النباتي، ما بنستخدمه كله، بنستخدم معلقتين منه بس عشان ما بقى تعلق على إيدنا. كاسة طحين، هاي الكاسة الطحين هي اللي بتلم العجينة، خلص تاخد حدة، يعني العجينة بتصير أخذي حدة. هلأ حطينا كل المواد فيها، إذا نحن لنلم العجينة بنحط لها كاسة طحين أخيرة. عجينتنا صارت بتجنن، والفطاير رح تطلع فيها روعة. إذا شفتي لزق هيك على إيدك، شفتي هيك لزق على إيدك، يعني ما عم يطلع من على إيدك، هذا بيكون بسبب السكر. بتاخدي نقطة زيت هيك، نقطة زيت بس عشان ما تلزق على إيدك، وبتجمعي. هلأ شوفوا على العجينة ما أحلاها، قديشها طري وقديشها ناعمة. يعني هلأ بدها تطلع فطايرنا غير شكل. خليها ترتاح، خليها ترتاح، منغطيها، خليها تختمر، نغطيها بنفسه هيك، منتظرة لحتى تختمر. عبين ما تختمر رح نعمل نحنا الحشوة. هلا عم نفرم السبانخ
هاي البصلة رح نعملها. هون عندي معلقة دبس فليفلي. شوفوا الدبس الفليفلي هيك بيكون يعني لازق شوي. هلا بيتفرفد، ومعي معلقة فليفل صغيرة، يعني ما رح كتر عشان الأولاد. وفي عندي هون جبنة. طبعا هاي الجبنة يعني جبنة هيك مثل المشللة، ولكن هاي خالية من الملح، ما فيها ملح. رح نحطها بيناتهم. هم بتمسك السبانغ وهم بتعطيه طعمة طيبة، بحيث الأولاد ينبسطوا لما ياكلوا الفطاير. هلا قبل ما احط الجبنة في شغلة لازم اضيفها، هي دبس الرمان حسب الرغبة. هلا في ناس بتحبه، في ناس ما بتحبه. انا رح احط شوي، ما رح اكتر، رح احط شوي، يعني بيعطي طعمة طيبة وحموضة لذيذة للفطاير. ورح احط الملح، كل الملح. هلا شوفوا اول ما نحط الملح وبتحس انه دبل، يعني بيدبل وبينزل هيك تقريبا، لانه الكمية منيحة معنا، كترنا شوية الملحات. هلا رح حركهم مع بعضهم، رح حركهم. حط لهم الزيت، هذا زيت النباتي او زيت زيتون بصير، اي نوع بدكم اياه بصير. هذا زيت نباتي وهذا زيت زيتون، زيت حلو. حط له شوي هيك. نبلش السبانغات هيك نقلبهم علشان بيدبلوا. هلا بيدبلوا وبيبذلوا مي، يطلعوا ميتهم. هاي المي كمان بدنا نشيلها، ما بصير نحطها بالفطاير. هلا بعد ما هيك عملنا نحاول نقلبهم كلهم، نقلبهم منيح منيح. الكمية مبينة كبيرة، ولكن هلا شوفوا لما بتخفص ما بيبين، يعني ما بتبين الكمية كبيرة هيك. هدول كيلتين سبانغ. هاي بنحط الجبنة هيك، الجبنة فوقها هيك. خلصنا نحنا من الحشوة. هلا رح نعمل حشوة جبنة لحالها. هاي للأولاد اللي طبعا هلا في اعتراضات من بعض الأولاد إنه سبانغ ما بدنا، عملتي كل الفطاير سبانغ، فاللي بيعترض بياكل جبنة. هيك كيف، هيك كيف. هاي حبة السودا البركة، وهاي الملحات تعوا. مثل ما قلت لكم هاي غير مملحة، وإذا كانت مملحة أصحك تقرمي الملح منها وتصير صبر. هلا هيك حركتهم. في ناس بيحبوا البقدونس بقلبها، في ناس بس يعني هيك سادة أطيب. هيك الفطاير الأصلية سادة. تمام. هلا بقى نروح على التشكيل. شوفوا لي على هالشوفة، شوفوا على هالشوفة، شوفوا على هالعجينة. رح نرجعها على عبوتها، هاي ما عجبتنا. شوفوا كيف نافشة بطريقة ما شاء الله. تاخذي قطعة هيك. دائما الزيت بده يكون جنبك عشان ما يلزق على ايدك. نكورها هيك بهالشكل. بدك اياها يعني تكوريها بشكل انه تطلع هيك مثل اذا كأنه جاي من المحل، هيك بهذا الشكل. هيك شايفي كأنه ابدا. وهلا جينا على التشكيل. راح افرجيكم كيف انا الزيت، فنجان الزيت مرافقني على طول علشان ما تعلق بايدي العجينه. بعدين كيف بقطعها وكيف بلت، يعني بيقولوا لتينا سفله بالطحين، يعني قفاها جبنا عليها الطحين علشان لما تاخد راحتها بالصينيه وترتاح ما تلزق بالصينيه اللي بدنا نسحب منها قطعه العجين ونشتغل فيها. عرفتي كيف؟ هاي التفاصيل المهمة مفيدة للي أول حياتهم، للناس اللي لسه داخلين على فن الطبخ جديد، فهاي مفيدة لهم. أما الخبيرات فهن بيرفكت بهاي الأمور. خليكم معي لنكمل.
شوفي هاي أول صينية بتطلع معي، شوفي على حمارة. طبعا الأولاد طلبوا جبنة زائدة إضافية على الوجه أول صينية، والكل بده يدوق والكل بده ياكل، فحطيت لهم وما خجلتهم علشان ينبسطوا فيها. رح فرجيكي درجة حمارة حتى من سفلة. هذا الشكل الحلو اللي طلعنا فيه. في ناس بتحب هذا الموديل، يعني بتحب إنه السبانخ ما تشوفه أبدا، فرح أعملكم إياه بحيث إنه لو حدا حب هذا الشكل بيعمله يعني عادي. أنا شكل الزورق كتير بيعجبني وكتير بيكون أنيق وظريف. شكل الزورق كتير بحبه، ولكن ما في مشكلة إذا نحن مثلا عملنا هيك، مثل لما بتطوي الكتاب هيك. شفتي شلون؟ هيك بقى بتوصلي هدول هيك. بعدين بتعملي هاي هيك. هذا كمان موديل يعني إنه مسكرة. عرفتوا شلون؟ هيك مسكرة، وبحطوا لها برشوا لها حبة السوداء، حبة بركة. فينا نعمل بكل الأشكال. هلا هون رح نحط الحليب. شو فائدة الحليب؟ الحليب بخلي انتي لو حطيتي له حبة السوداء حبة البركة، او حطيتي له سمسم وبدك اياه يلزق، بدك تكوني حاطة حليب. هن بيحمروا وبصيروا حمر، ولكن شلون ما بيعلق عليهم شي، ما هيك بعلق عليهم. ها شوفوا عنه هلا بتشوفوا النتيجة. طيبة؟ حسن ما شاء الله عليك. وهذا شكل من الأشكال الجميلة كتير بحب أعملها، هو شكل عباد الشمس، بزر عباد الشمس، أو فينك تقولي عنا بالأولاد بسموه طائي، بدنا شكل الطائي. كمان هذا شكل جميل وظريف ولطيف. الروايح عبت بيتنا والأكلة كانت كتير طيبة. مشتهيكم معي والله، بشتهي لما أعمل هاي الأكلات الطيبة اللي بيحبوها أخواتي، يكونوا أخواتي جنبي ويدوقوها. خليكم معي لنكمل الفيديو وفرجيكم باقي الشغل. شوفوا لما انتوا حطيتوا الحليب كيف لزق، خلص ما يطلع منه. هون بهذا الشكل هيك، هو اضبط شكل هذا الشكل هيك بهذا الشكل. شايفة ما احلاها؟